يا أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وأصل الكلام. النهاردة المقولة بتاعتنا موت يا حمار. دايما لما حد يكون معروف عنه إنه لو طلب منه حاجة بيتأخر في تنفيذها، أو لو أنت وأصحابك بتفضلوا تتفقوا إن أنتوا تتجمعوا وتقعدوا تأجلوا من اليوم للتاني، واليوم يجيب أسبوع والأسبوع يجيب شهر، هنا بيحضر المثل اللي بيقول موت يا حمار. طب هو الحمار ذنبه إيه إنه يموت؟ وإيه علاقته بالموضوع أساسا؟ واشمعنى الحمار تحديدا؟ ليه مش الكلب ولا المعزة أو الفيل؟ ما الحيوانات كتير. لكن الحكاية ليها أصل. اتقال في الروايات إنه القصة كانت ما بين حاكم وحمار. بداية القصة لما الحاكم شاف الحمار داخل الجنينة عنده وعمال يبرطع فيها، فبيدي أمر بقتله في الحال. بس واحد من الوزراء فضل يقنع الحاكم إن ده حيوان وما بيفهمش وما ينفعش تنفيذ حكم الإعدام فيه. بس الحاكم كان راسه ناشفة وصمم على رأيه عشان يحاسب الحمار على عدم التزامه بالقواعد الملكية. فكان في راجل واقف وعرض على الحاكم إنه هيقوم بتعليم الحمار القواعد الملكية، بس بشرط إن الحاكم يديله مكان يعيش فيه لمدة 10 سنين عشان يعلم الحمار. الحاكم ساعتها وافق واقتنع جدا، بس قال له إنه هيقطع رقبته لو فشل إنه يعلم الحمار القواعد الملكية. والراجل وافق وجري بسرعة يقول لمراته على اللي حصل، لكن هي سألته عن اللي هيعمله فيه الحاكم لأنه كده كده هيفشل في تعليم الحمار. وكان رده عليها إنه بعد 10 سنين هيموت حد مننا احنا التلاتة، يا إما هيموت السلطان أو أنا أموت أو الحمار هو اللي يموت. ومن هنا بقى جت جملة موت يا حمار، والأجيال ورثتها من بعض من جيل للتاني لحد اليوم اللي احنا فيه. لو عجبك الفيديو لايك، شير، سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وسلام.